يعني سيد رياض البارحه الاجتماع فرصتكم شويه مو قال لك سيد رياض البارحه الناصريه تشوف خير مثل ما كانوا يسوون صدام يقولون لنا بس الناصريه تريد بس الله يطول عمرك. البارحه قايل لك في الاجتماع سيد رياض ان الناصريه صارت الشماليه صح. لا انا ادري ولكم ما قاعد فلا وصفت الناصريه وبدال يا سيد رياض. طبعا انا ما اعرف يا من حتى ما اعرف يا سيد رياض ما وصفت الناصريه يا سيد رياض. دعوه سيد رياض مدير مصالح التسكين دعوه يا اهل قعد يا اهل قعد ماله مكتب رئيس يا اهل قعد ماله 8 سنين سيد رياض مدير 10 مدير المجاري ايش سوى؟ هيجي يقول ناقد هيجي يقول ناقد مال الماي بنطلون يطيح بيه سدس. إذا تريد المجاري تمشي تجيب شركات أجنبية هندية ما هندية المجاري. العراقيين مستحيل يسوون مشاريع. هذا هدر كل أموال تضياع المال الشعب هذا. ليش؟ ثاني مرة هاي المنطقة على كيف تخيل هاي المنطقة سكانها كلها خليجيين مبعدة من الكويت 90%. اسمعني والباقي السكان عجاش عم وسعدون كلهم سنة بطوا المنطقة هذا وشغلوا المدينة. ليش؟ وغرقوا حيور لأن كلهم معدين من الكويت وسنة بطوا طايفية هذه بطوها كلهم وسعدون وجيش عم نص المنطقة هاي ساكنة. واحنا خليجيين ما احنا صحيح شيعة بس بعدين من الكويت هاي المنطقة كلها خليجيين. طب شغلوا المدينة شغلوا دي الثانية ويقولون لا تغرق الحبوب يغرق المدينة وتغرق العاب حيوه. ليش؟ احنا مو عراقيين هم شيعة نطم على الحسين. لا خلي هم شيعة نطم على الحسين ننظر دائما ما يصير شيء زين اياه وافترى وصار 7 ايام. طبعا اي عضو يجي ونص ما يهيكم انا امس اي عضو يجي واحد ابو كاميرا تمشي وراه بس يلتفت يجي طق الكاميرا صورته وافترى شويه والله مشى يسوون دعايات خبيثه. لكن الشعب اذا بيغيره كل واحد من الاولين ما ينتخبه ينتخب الحزب الشيوعي اليهودي ولا الحزب هذا. بس مدير الشرطه الشريف العفيف شو راح يعطيها مدير الشرطه ويحيى الناصري الرجال شو راح يعطيها شو يسوي؟ امس الناس برا البيت رجعوا يتصلون على بيته. يحيى الناصري شريف المحافظ لكن ما قادر يسوي. مدير الشرطه عنده واحد بالناصري مدير الشرطه عنده واحد بالناصري هو ويحيى الناصري هذا المحافظ شريف عفيف بيت احمد ذول ياخذ الماكينه هنا يا ابوها هذول بين المحافظه ها هذول المحافظه اضربهم يوقع اعضاء ما تسمي ابو ناصر انا اليوم جاي وكلمتك قل لي شو كان مربح مليون. ليش انا اريد واحده بس ليش يشغلون الصرف الصحي مال المدينه مطفين حيعورون يعني يوم خلي يقولوا نحن الناصيه هذا الحكي مطفين الصرف الصحي ماله حيعور بالذات لان نص السنه خليجيين. هاي وحده الثانيه بعد الثانيه ليش مشغلين المدينه تغرق بحيور المجاري وعليه مخافيه هذا خاف يغرق شارع ابراهيم الخليل. حتى انا يا سيد رياض ما يطلع سفر شارع ابراهيم الخليل غرقان ويقولون مدير المجاري الشمالي لازم ما يغرق شارع ابراهيم الخليل يغرق حيعور على ابوه هو على هولندي ما يصير شيء. خذ ناقين احطه خليه يكتب على الهولند هذا منه هاي المكاين اللي هنا وخليه ليش مجمعين حيور والوهابيه والمدينه مخطط صرف صحي واحد ليش؟ خاص ناظم كبير لا تبقى بالهولند هذا ابو ناصر كيلو واحد مسافه حسان سمعتك ممنون منه. انا ما اسولف ما اريد اسولف ولا اريد الله يساعدك اقول لك فهمت من عندك انا سمعت من عندك شفت الناس شفت المناطق بس طول المجال حتى اشتغل. تفضل والله ما اريد اسولف وهاي الشغل هلا احنا وصلنا بعد العزله لك هاي لا حتى يكون واضح. اقول لك خلينا نشتغل مو ورا ساعه ساعتين العصر تنحل المشكله. لا ما تنحل ما تنحل. فأنا موجود هنا إلى أن نضع حل لهذه المشكلة. لا تضع حل للصرف الصحي ليش مطفى من دول المناطق؟ ما الحيور. ليش مطفينه؟ هسه النقطة اللي حكيت لي إياها أنا حفظتها. انطونا مجال نشوف شنو الموضوع وموجودين. البارحة أنا عندي خبر قال لك سيد رياض الناصرية بخير. لا أستاذ حتى طفر واحد بالاجتماع وقال لك الشارع قطعت المظاهرين. قلت أنت شلون تقول الناصرية كل شيء ما بيها الشارع قاطع المظاهرين؟ أنت قايل لهم هيجي. قايل لك لا مو هم ظاهروا شوية وبعدين مني سوى احنا تابعنا الوضعية 17 ساعة. البارح يجي يقولوا لك بالاجتماع وانا واحد قاعد وياهم ويانا سولفني. قلت وين الوزير هذا وجهه كله؟ قلت ليش ما تقولون له شيء؟ هم سويتوا مثل صدام الشعب يدعي بس يطول عمرك.
فكرتك وصلت ان شاء الله يصير فيها. حياك ابو ناصر على هاي الحركه. يلا يا المدير التاج فوق الراس مثل حملها البطل عباس والمسؤول بالنصيحة احكي على المسؤولين نفسه والمسؤول هم يقول انا حاملها اقول له نعم بس انت زيف الراس اهان كسر السنة الديب اللي فلسطين اليوم انت في السنة يلا عيني